عايز تكمل شغل البورسلين ويطلع مظبوط، هات بلاعة قابلة للتبليط زي اللي انتوا شايفينها دي، ولازم مبلط البورسلين هو اللي يركبها. اول حاجة بنجيب الصفاية ونحطها في البيبة او البلاعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ولو محتاجة تتقص بالميزان كده والمتر بنشوفها عايز تتقص قد ايه، وبعدين نقصها ونركبها بالطريقة اللي هتشوفوها لما تكملوا معانا الفيديو. بنعلم القيمة اللي احنا عايزين نقصها على الصفاية بالقلم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده نقصها بالصاروخ. بعد ما نقصها برضو بنصنفرها كده بحيث ده كده شكل البلاعة بعد ما قصيناها وركبناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حط الميزان كده يا معلم محمود. زي ما انتوا شايفين كده الصفاية تقريبا واطية نص سنتي عن منسوب البورسين بتاعنا، لان احنا لسه هنشرح او هنميل البلاط حوالين الصفاية، وطبعا هي نازلة شحط، يعني احنا لو جينا دلوقتي نشيلها يبقى صعب جدا ان احنا نشيلها. زي ما انتوا شايفين ثابتة تماما في مكانها، وبرضو لسه هنقفل حواليها بالاسمنت بحيث ان ما يكونش فيه اي مجال لتسريب المية. وهي برضو الصفاية فيها زور اللي احنا كنا بنقص فيه ده نازل جوه البيبة نفسها، بمعنى ان هي اصلا ما فيهاش اي فراغ. زي ما انتوا شايفين كده الصفاية ما فيهاش اي فراغ يسرب المية. المية مجرد ما تنزل هنا تنزل على البيبة وتطلع على الصرف الخارجي على طول. الله ينور يا حوده. عشان كده بنقول عايزين شغل نضيف نركب صفاية قابلة للتبليط، والراجل بتاع البورسلين عندنا او بتاع السيراميك هو اللي يركبها بنفسه. وده كده الشكل النهائي للصفاية بعد ما خلصناها. زي ما انتم شايفين كده الصفاية واطية 2 مللي عن باقي البورسلين، وفي نفس الوقت الميل على الصفاية بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنعمل ميل كبير على قد ما نقدر بحيث ان المية تتحرك بسهولة جدا او بسرعة على البيبة ومفيش مية تركن في اي مكان. وده الوش القابل للتبليط اللي ركبناه، وطبعا لسه كل ده هيتسقي ويتزملك، والفواصل دي كلها هتتسقي بنفس اللون. الله ينور يا حوده. وده شكل الحمام بعد التشطيب النهائي.